السلام عليكم يا أبطال. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم موضوعنا حساس ومهم بزاف ويمس كل بيت جزائري، المولد النبوي الشريف. لكن خليكم معايا للآخر، لأنه راح نكشف لكم معلومات ما سمعتوهاش بزاف، وفي النص راح نوريكم حديث صحيح من صحيح البخاري يبين لنا حاجة غريبة بزاف حول فرحة أبي لهب بميلاد النبي. أول حاجة خلونا نسأسي سؤال. كل عام كي يجي المولد نسمع أصوات مختلفة. بعض الأئمة والفقهاء يقولوا أن الاحتفال بالمولد حرام وبدعة، ويستدلوا بحديث النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. يعني أي حاجة ما درهاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده فهي مرفوضة. وهنا يقولوا الصحابة الكرام ما احتفلوش بالمولد، والتابعين كذلك، ومن بعدهم الأئمة الكبار ما ذكروش هذه العادة، وبالتالي فهي ليست من الدين. من الجهة الأخرى كاين علماء وأئمة كبار يشوفوا أن الاحتفال بالمولد مش حرام إذا كان الهدف منه ذكر النبي، تلاوة القرآن، الصلاة عليه، تعليم السيرة لأولادنا، وإحياء ذكرى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهنا يجي الاستدلال بواحد من أعجب القصص الصحيحة في صحيح البخاري. القصة تقول إنه واحد شاف أبا لهب عم النبي والعدو الأول ليه في المنام بعد ما مات ويتعذب في النار. فسألوه: وش لقيت؟ قال: أنا في عذاب شديد، غير إنه كل يوم اثنين يخفف علي العذاب شوية، وهذا بسبب فرحتي يوم ميلاد محمد. كي جاتني جاريتي ثويبة تبشرني بميلاده، فرحت وحررت رقبتها. تخيلوا معايا، أبو لهب الكافر الذي أعلن العداء لرسول الله فرح بميلاده وجاه تخفيف في العذاب كل يوم اثنين. وش نقولوا إحنا المسلمين اللي نحب النبي نصلي عليه ونقرأ سيرته؟ أليس الأولى أن يكون فرحنا سبب للأجر والتقرب من الله؟ لكن هنا لازم نطرح سؤال ثاني: كيفاش نفرح بالمولد النبوي؟ اليوم في الجزائر كي يجي المولد نشوفوا المفرقعات في كل مكان. الأطفال، الشباب، وحتى الكبار يشعلوا آلاف الألعاب النارية، بعضهم يتجرح، المستشفيات تتملى بالضحايا، والملايين من الدينارات تضيع هباء. يا جماعة الخير، وش رايكم لو الأموال هذه تروح للفقراء، للأيتام، للمساكين؟ النبي قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، رواه الطبراني وحسنه الألباني. يعني إذا تدخل الفرحة على قلب يتيم ولا فقير، هذا العمل أحب عند الله من كل مفرقعة تشعلها وتروح دخان. القرآن الكريم يأمرنا بش نصلي على النبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأحزاب 65. فأفضل احتفال بالمولد هو الإكثار من الصلاة على النبي، قراءة القرآن، تعليم أولادنا سيرته العطرة، والاقتداء بأخلاقه لي وصفها ربي سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. القلم 4. إذن الخلاصة، المشكلة مش في أصل الفرح بالمولد، المشكلة في كيفاش نفرحه. إذا فرحنا بطريقة مليحة تقربنا إلى الله، فيها خير وصدقة وذكر وصلاة على النبي، هذا عمل طيب. أما إذا فرحنا بالمفرقعات، الحرائق، الإصابات، وتبذير المال، هذا خسارة في الدنيا والآخرة. الرسالة اللي نحب نوصلها اليوم: المولد فرصة كبيرة باش نرجعوا إلى حب النبي الحقيقي، مش حب الكلام فقط. لازم نفرحه ونبينه محبتنا بالأعمال الصالحة: صدقة، علم، ذكر، قرآن، وتربية جيل جديد يعرف سيرة النبي ويحبها.